حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وستر من رب العالمين. احنا بقى داخل علينا الشتاء، كل عام وانتم بخير. وعايزين نعمل حاجة ان احنا نبقى قاعدين بالليل كده، عايزين اي حاجة نتسلى فيها، اي حاجة ناكلها، حاجة نحطها في اللانش بوكس للاولاد وهم رايحين المدارس. هنعمل مع بعض شوية قراميش او قراقيش او زي ما انتوا بتسموها، بس هنكلفها شويتين. بدل ما نحط مية هنعملها باللبن والمية، وبدل ما نحط سمنة بس نباتي هنحط عليها سمنة بلدي. وتعالوا نخش على الوصفة ونصلي على الرسول ونشوف احنا هنعمل ايه عليه الصلاة والسلام. معانا هنا دول كوبايتين حليب. عايزة تعملي الوصفة بتاعتك بمية، هي القراقيش اصلا اساسها بتتعمل بمية، مية وسمنة وزيت. اما انا علشان عايزه ازود القيمه الغذائيه شويه، او في شغلي بمعنى اصح، بحط لبن وسمنه بلدي. ده شغلي، وكل بطلع اوردراتي كلها كده، سواء للقرص الدايبه او القراقيش او النواعم بمعنى اصح يعني. معانا هنا احنا هنعمل مع بعض 3 كيلو دقيق، يعني ده مقادير 3 كيلو دقيق. هنسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ على كوبايتين المية دول مش المعيار بتاع العجن بتاعي، انا هزود مية على اللبن ده، بس انا هدوب هنا الخميرة والسكر والخل والفانيليا وكل المواد الجافة بتاعتي هحطها هنا في قلب كوبايتين اللبن دول. كل كيلو دقيق بحط له 5 معالق سكر، ودول 3 كيلو دقيق يعني هحط لهم 15 معلقة سكر. هيجي حد يقول لي مثلا 5 معالق كتير على الكيلو، لو انت مش حباها كده حط 4 هيمشي برضه. وهنحط لكل كيلو معلقتين خميرة علشان انا عايزاها تخمر بسرعة. ودول 3 كيلو هنحط لهم 6 معالق خميرة. تمام. معانا بقى الفانيليا بتاعتنا، لكل كيلو هنحط ظرفين من دول مع غطا من دي فانيليا سايل. انا بحب اعمل ميكس بين الاتنين لانه بيدي طعم حلو قوي يا جماعه. غطا واحد كده يا جماعه على الكيلو هيدوكوا ريحه ممتازه. وهنحط عليهم معلقتين خل. الخل بتاعي لسه مقفول مش عايز يتفتح. مش معلقتين بقى، هنحط لكل كيلو معلقه خل، يعني دول 3 كيلو هنحط لهم 3 معالق خل. وهندوب الكلام ده كله مع بعضه ونركنه في جنب علشان الخميره تتفاعل مع السكر وتنشط. وهنرجع تاني، هنركنهم في جنب كده بقى ونجيب العجان بتاعنا. معانا العجان بتاعنا اهو، ومعانا دول 3 كيلو دقيق هننزل بهم في العجان كده عشان هنحط المادة الدهنية بتاعتنا ونخلي العجان يشتغل بيها شوية. وبعدين نضيف اللبن بتاعنا مع السوائل، مع المواد اللي احنا قلبناها كلها. احنا بنحط لكل كيلو دقيق، لحظة واحدة. بصوا يا جماعة، انا بحط على كل كيلو دقيق كوبايتين مادة دهنية، سمنة نباتي على سمنة بلدي على زيت. التلاتة دول بعملهم ميكس. لو انت عايزاها دايبة قوي، لو انت عايزة القراقيش بتاعتك دايبة قوي زيها زي الكحك، هتعملها سمنة نباتي بس وسمنة بلدي. لو انت مش عايزة تضيفي سمنة بلدي خالص، هتعملها كوبايتين سمنة نباتي بس بدون زيت. لو انت عايزاها ناشفة وتعيش معاكي مدة زمنية طويلة، هي كده كده بتعيش، بس لو انت عايزاها من النوع اللي بتحبي القراقيش بتاعتك ناشفة قوي، هتعمليها زيت بس. هتحطي الكمية بتاعتك كلها زيت بس، ده تبقى ناشفة وقاسية قوي يا جماعة. بس هو دايما
مع المتوسط كوبايتين مادة دهنية على الكيلو. هتحطي مثلا كوباية ونص سمنة على سمنة بلدي، أو سمنة بس على نص كوباية زيت. يعني دايما المتوسط كوباية ونص سمنة نباتي على نص كوباية زيت. دي بتبقى المقادير الممتازة للقراقيش بتاعتنا. معانا الكوباية المعيارية اللي موجودة في أي بيت اهي يا جماعة. ندخل لكم شوية كده عشان تشوفوا. أنا مسيحة السمنة ديت ومسخناها تسيح بس، ما بقدحش السمنة بتاع القراقيش بتاعتنا. هنحط في كل كوباية معلقة سمنة بلدي كده عشان ان هي تسيح بس مش اكتر يعني. وبنحط على ال3 كيلو دقيق بتوعنا باكو كيك شيف بالشكل ده كده. هسيح بس يا جماعة مش اكتر، ان انا اسيح السمنة البلدي فقط لا غير. كده كوباية اهي هقلب السمنة البلدي فيها علشان هي تسيح، وهضيفها على العجين. الكوباية التانية بقى هحط نصها سمن نباتي على زيت. يبقى انا كده اخدت كوباية ونص سمن على نص كوباية زيت. ساحت خالص يا جماعة، ما عادش فيها. لحظة واحدة وتسيح كمان. يبقى احنا كده عملنا القراقيش بتاعتنا خليط سمنة بلدي على سمنة نباتي على زيت. ده اول كوباية ده للكيلو. ماشي، احنا متفقين ان احنا هنحط كوبايتين. هنحط النص زيت اهو، وهنحط الباقي سمنة نباتي. كده كوبايتين للكيلو دقيق. كده حطينا ال6 كوبايات مادة دهنية بتاعتنا. هنحط بس ذرة ملح كده بسيطة خالص، يعني ايه قيمة معلقة ملح، مش ذرة قوي يعني، معلقة ملح. وهنقلب الخليط ده كله. في المرحلة دي بقى كده يا جماعة هضيف السمسم بتاعي، بس انا بحب اديله تحميصة في شوية سمن. هحمص السمسم بتاعي واجي اضيفه الوقت. اللي انا حطيته ده يا جماعة السمسم بتاعنا، حمصته كده على النار وجيت ضفته على العجين.
عاوزة اوريكم العجينة بقت تتك عليها كده تبقى عجينة، بس تبقى عجينة مفرولة شوية. لو انت عايزة المادة الدهنية زيادة شوية حط 2.5 كوب مادة دهنية، بس هي كده هتبقى ممتازة للقراقيش بتاعتنا. كده خلاص الدقيق بتاعنا كله اتشرب بالمادة الدهنية بتاعتنا. هنجيب الخليط اللي فيه الخميرة بتاعتنا. شوفوا الخميرة بتاعتنا بسم الله ما شاء الله اتفعلت وبقت عاملة ازاي. هننزل عليها بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل على العجينة بتاعتنا بالشكل ده كده. ونبدأ العجن. المقادير بتاعتنا يا جماعة بكوبايتين اللبن اللي احنا دوبنا فيهم الخميرة والسكر. اعجنوا العجينة بتاعتنا. عايزة بس نص كوباية مية او نص كوباية لبن، بس الافضل بدام انت عاجنة بلبن كده حط لها نص كوباية مية. العجينة بالشكل ده كده يا جماعة. هنحطها في جنب وهنعجن عجينة تانية بقى كمان. القرص كلها يا جماعة بغطي عليها بكيس مشمع بالشكل ده علشان انها تخمر. بصوا بسم الله ما شاء الله خمرت اهي. خمرت اهي. الف هنا وصحة يا رب لكل اللي ياكلها. القرص دي يا جماعة بتعوز نار متوسطة، يعني ما تخليش الحرارة بتاعتها عالية قوي علشان ديت قراقيش، فاحنا بنحبها بتبقى مقرمشة يعني عشان تعيش معاكي. في نفس الوقت بتعوز النار بتاعتها وسط. السجن بتاعتي بالشكل ده. هولع عليها نار وسط واسويها وارجع لكم بعد ما تستوي. بصي تشرب حاجه وقعت على الارض. صوري طب خلاص بتعرفي استنى يا سيد. كثر كمان فرولي بقى. ايوه باي باي. فيديو جديد ان شاء الله. باي.